طيب اهلا مساء الخير حبايبي. حنعمل انا وكيان وافل. فكيان عليها تذويب الشوكولاته وانا علي اعمل الوافل. فعندي هنا كوب وملعقه كبيره من الدقيق، هذه كميه بسيطه، وعندي ملعقه كبيره من السكر، وعندي ملعقه وسط من البيكنج باودر، كمان احط عليها رشة ملح واخلط. هذه المقادير الجافة. طيب راح احط المقادير الجافة على جنب، واحط المقادير السائلة. فعندي كوب حليب احط عليه ربع كوب زبدة دايبة، احط عليه بيضة، واحط عليه فانيليا. تمام، واخلط كويس. اخلطي، يلا تعالي تفضلي كويس بس عشان الاشياء لا تخرج برا. تمام، بعد ما خلطتها كويس راح اخذ المقادير الجافة واحطها عليها، واشوف اذا احتاجت ملعقة دقيق عادي اقدر اضيف، او اذا احتاجت حليب وحسيتها ثقيلة مرة اقدر احط حليب. فالعجينة عجينة وافل، اهم شيء يكون طعمها وقوامها حلوين. بس اخلطها كويس، وانا شايفة القوام بدأ يصير ممتاز ما شاء الله كده كويس. بكمل خلط. تعالي كملي خلط من هنا. طيب هذا القوام، هذا هو اللي انا ابغاه. انا مسخنة جهاز الوافل وعندي زبدة وراح ابدأ احطها. طيب في الوافل عندك خيارين، يا اما تستخدمي سكوب الايس كريم او تستخدمي الكوب المعياري. تمام، هنا عندي ربع كوب معياري تقريبا. ممكن اخذ لكل حبة ربع كوب كده مليان واحطها عليها، او استخدم السكوب. طيب بالنسبة لجهاز الوافل او الشواية اللي هحطها فيها، عندي دي من اديسون. تمام، بتيجي معها دي الشريحتين، وكمان بتيجي معاها تبع السندويشات اللي حمست فيها التورتيلا البارح. تمام، هي كده مستطيلة وحلوة للسندويشات او للوافل، مرة حلوة. فهنا عندي زبدة، نحط كمية كويسة من الزبدة. ايوه حتى انا او ماي جاد قاعد يرشرش. لا انتبهي، لا ما هو مش حارة الزبدة يا حبيبتي. تمام، واو ريحة الزبدة خيال لما تنحط. أمي ايوه انا ينفع الحين أحط؟ استني انا احط أوكي. بعدين اخليك انت تحطي. أنت سوي دي الجهة وأنا حسوي دي الجهة. يلا نحط. انا اشوف في البداية نجرب سكوب واحد، واذا حسينا في اللي بعدها انها تحتاج نحط سكوب ونص ممكن. أقفلها؟ هنقفلها. تمام، بسم الله. لا 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 تكبسيها، حنخليها بدون كبس. طيب شوفوا حبايبي، انا عملت واحدة اكلناها انا وكيان وكانت مرة لذيذة، وعملنا واحدة جديدة بس زودت الكمية، حطيت سكوب ونص، واحس لسه تحتاج تحمير كمان زيادة. بس ايش حسوي؟ لا كيان استني خلينا نساعدك. انا اعطيها كده دهنة حلوة. أنت فكي وأنا بحط الشوكليت. طيب اوكي، بس بعدين نعطيها نقطع اللي دهنة كده ونقفلها. طيب خلاص كده كفاية عليها. شيلها. أنا تعرف إيش أحس؟ أحس إنه تقلبيها أحسن. ما يحتاج حبيبي، محمرة من تحت يا روحي. خلاص كده ما شاء الله حلوة. ريحتها خيال.
ريحتها فطور الصباح. يلا خلاص، هذه آخر حبتين، هذه هي الكمية كلها. ما شاء الله كانت صغرت فرحانة. طه ولا أحكي لكم عن ريحة اللزازة هذه. ريحتها بوب كورن. بس عشان الزبدة. طيب الوافل عندنا جاهز، حنرش عليه سكر. كان تفضلي، كان تبى ترش السكر، بس رشي من بعيد يا كوكيان. اوكي. انف مو كثير. طيب في الفراولة ولا ما يحتاج الفراولة؟ ايوه عادي، حطي على الفراولة. يس يمي. شوفوا رشة السكر على الوافل حتعطيها كده حلاوة زيادة. فعلا احنا حنحط عليها كمان شوكولاتة، بس خليها كوكي. ايوه نرش عليها الشوكليت هذه شوكليت بلجيكي. تمام، نرشها عليها وهي حارة. اوكي بالله كيف كان طعمها؟ كان طعمها مرة حلو. يومين نسوي لك اياها الفطور، ايش رايك؟ اوكي. نحط لك اياها في اللانش بوكس. ايوه. امي دقيقة. ايوه من امي. دحين مين علمك طبخ؟ امي الله يرحمها. ماما مرة وحشتني. حتى انا وحشتني مرة. ترجع بالسلامة ان شاء الله. يومي نحطها هنا. شكرا يا كيان، شكرا. على ايش؟ حركتي الكاميرا. وتعالوا ندوقها مع بعض. صراحة احنا ماكلين حبة انا وكيان، هي ماكلة حبة وانا ماكلة حبة، فشبه شبعانين. بس حنطلع فوق، انا حاعمل عليها قهوة. يمي اي والله. مبسوطين انا وكيان. امي تعرفي انه مرة حلو عندي، يعني مرة حلو. ايوه. مرة حلو. طيب انا ما حطلع الا لما اوريكم قوامها من جوا. قوامها من جوا كيكي تمام متماسك. اذا حابين مرة قوام هش كده ويدوب ويتفرفط بسرعة، حتزيدوا كربونات او حتزيدوا موية. اذا حابتها متماسكة زي كده لا حتقللوا، مش موية اقصد حليب يعني، او تعملوها بالزيت، ما تعملوها بالزبدة، لانه الزبدة حتديك القوام هذا المتماسك الثقيل. تمام. الزيت حيديك القوام الهش اللي يلينها مرة، يخليها مرة لينة. فالزيت عادته او طبعه يلين الاشياء، الزبدة تخلي الاشياء متماسكة، خاصة اذا كيك او مخبوزات حتخلي الاشياء متماسكة بقوام اغنى. يلا بسم الله.